بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصل لكم بها إشعار جديد على خير إن شاء الله. النهارده هعمل معاكم طريقتين للسندوتشات حكاية من أسهل ما يمكن، مش هتاخدوا فيهم وقت وسهلين جدا، ولا هتقعدي تفردي ولا هتقعدي تعملي أي مجهود فيهم. الطريقتين حكاية. يلا بسرعة نقول مكوناتنا على بركة الله ونشتغل في الفيديو. عندي هنا كيلو كامل من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، باكو من الخميرة، كوباية من الزيت على سمنة، ممكن تستخدميها سمنة بس أو زيت بس، أنا سيحتهم، كوباية من الحليب، ذرة ملح، كوباية من المية، ومية طبعا على حسب نوع الدقيق. يلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله. نسيت اقول لكم على قطعتين الجبنة دول، هيخلوا السندوتشات في حتة تانية خالص، جربيها تعجبك كتير قوي 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 كمان. بصوا حطينا كده، نحط عليها هنا الحليب، وندوبهم شوية. ممكن تستبدلي قطعتين الجبنة دول بعلبة زبادي، هتخلي لك المعجنات برضو هشة وطرية وحلوة جدا. وجربوا برضو قطعة الجبنة دي هتبقى حلوة، ولو عندك جبنة كريمي كمان هتبقى أحلى. بكده دوبنا الجبنة كويس جدا جدا كده في الحليب. هنضيف إليه معلقة الخميرة. في المرحلة دي هضيف البيكنج باودر هنا للدقيق، وكمان ذرة الملح. هنرش رش السكر ونقلبهم كويس جدا. اضفنا هنا الملح والبيكنج باودر، هننزل بالدقيق. هنحط شوية مية واحدة واحدة، لما احتاج هضيف الدقيق، وكمان هرش رشة كده من الزيت عليه. في الوقت ده هتخلي لي المعجنات هشة كده وطرية وحلوة. هنحط شوية كمان من المية. اخواتي وحبايبي، شايفين انا قاعدة بعجن فيها بقى من ساعة ما سبتكم، اديتها بقى بوكسات وضرب لغاية ما شبعت معايا. طبعا مش برضه عجن قدامكم كتير عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده احنا عجناها على الاخر وخلينا ملمس العجينة حلو جدا جدا. هنحط دلوقتي حبة السمنة او الزيت ونلفها بيهم كده، وتدعكي فيها كمان مرة عشان العجينة تطلع معاكي كده هشة وطرية، وتبقى معاكي في المعجنات حلوة جدا جدا. كده بعد ما لفتها بالسمنة بالشكل ده، شايفين الجمال؟ بقت معايا كده منتهى الجمال. هنحطها في طبق كده، نحطها في كيس ونسيبها لغاية ما تخمر معانا، نرجع نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض. اخواتي وحبايبي، شرفوني بقى بالاشتراك في القناة، قلت له لايك بقى جميل للفيديو. كل حبايب قلبي، رجعت لكم بعد ما خلصنا العجين بالشكل ده. نعمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ العجينة ما شاء الله تحفة. يلا عشان نعمل اسهل سندوتشات مع بعض. شايفين لما تكوني خدمة العجينة كويس جدا جدا تمشي معاكي بسم الله ما شاء الله زي الفل. احنا كده هنقسم العجينة نصين عشان احنا هنعمل نوعين من السندوتشات زي ما قلنا، وهعمل لك اسهل طريقتين. كده قسمت العجينة نصين، هاخد النص الاولاني هقول لكم على طريقة هتخلي السندوتشات من جوه مورقة وحلوة ومفتحة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بس دي كل الطريقة، وهنرجع نفردها كمان مرة. بس هنبل ايدنا كده
سمناهم بس عشان نعرف نفرد بيها. بصي يا ست الكل، فردت العجينه بالشكل ده، مليت بيها الرخامه كده اهو لغايه ما فردناها وخلينا سمكها بالشكل ده عشان يبقى ليها قلب من جوه. تمام كده تمام. احنا بس هنوضب الحروف بس كده وهنشيل الزيادات دي ونشتغل برضو بيها تاني، احنا ما بنرميش اي حاجه. بس كده، ده مجرد تظبيط بس. شايفين اسهل من كده؟ طريقه سهله جدا جدا وبسيطه، والصراحه النتيجه تحفه. بس هناخد دول هنشتغل بيهم تاني برضو. هنسوي بس الحروف كده بالشكل ده. بصوا كل اللي انا هعمله اهو، هتشوفي على حسب الرغيف اللي انت محتاجاه، ولا تقعدي تفردي واحد واحد ولا اي حاجه. الطريقه سهله وبسيطه. شايفين الجمال اهو بالشكل ده، وعلى حسب ما انت عايزه اهو. انا هخليهم كبار بالشكل ده، واسوي كمان الطرف كده عشان يبقوا كلهم متساويين مع بعض. تمام كده تمام. ده كل الحكايه بتاعه السندوتشات بالشكل ده. طريقه سهله جدا وبسيطه زي ما انت شايفه. اجيب صينيه بقى عشان ارصهم فيها. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خلصت النوع الاولاني اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل ده. شايفين الجمال؟ عملت منه صينيتين، عملت كبير وعملت صغير. تمام كده تمام. هنروح للنوع التاني. انا عملت شويه منه، هوريكم الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقه برضو سهله وبسيطه، مفيهاش اي حاجات كتيره ولا اي مجهود اهو. شايفين العجينه بتتفرد بكل سهوله اهو. بس يا دوبك انا بعمل بيها كده بتتفرد معايا بس كده تمام اهو. كل اللي انا هعمله هنا ان انا هدهنها من النص. تدهنيها زبده، تدهنيها سمنه، تدهنيها زيت، ما تقدريش نفسك في اي حاجه اللي عندك اشتغلي بيه. بصوا اهو بس كده اهو. ده كل الموضوع. هنعمل التانية بنفس الكلام اهو. ممكن محتاجش المردانه خالص لان العجينه معايا سهله وبسيطه جدا جدا غير اهو. بس كده اهو. شايفين الجمال؟ شايفين السهوله والبساطه اهو. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب دي كده معايا هنا حبة لبن صغيرة كده على صفار بيضة، ممكن تدهني بيها الوش، ممكن تدهني بحبة لبن بس من غير اي حاجة خالص. هنرش عليهم بقى كده ايه رشة خفيفة من السمسم او من حبة البركة، وممكن كمان سادة ما ترشيش اي حاجة خالص. ست الكل ما تتعبيش نفسك في اي حاجة، اللي عندك اشتغلي بيه. تمام كده تمام. هناخد الناحية التانية كمان هندهن نفس الكلام اهو. بس كده. وهندخلهم على درجة حرارة عالية في الفرن في الرف اللي من تحت، ونحطهم تحت الشواية شوية صغيرين، ونيجي نقدم الفيديو ان شاء الله مع بعض. كل اخواتي وحبايبي شايفين السندوتشات روعة روعة. شايفين الجمال والتسوية؟ ده النوع اللي احنا عملناه. هتطلعيه من الفرن تبخيه ميه وتغطيه هيبقى ملبن. حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما خرجنا السندوتشات من الفرن بالشكل ده. شايفين الجمال؟ الريحه رهيبه. اعملوا بقى المعجنات في البيت تدي جو حلو للبيت. شايفين الجمال؟ بصوا السندوتشات، احشي يا ست الكل اللي انت عايزاه فيه اهو. في ابسط ولا اسهل من كده اهو. سهله وبسيطه وحلوه جدا اهو. شايفه كمان التانية؟ بصوا شايفين الجمال؟ بصوا جربوها بقى هتعجبكم كتير. اعملي سندوتشات لاولادك بقى. شايفه الجمال؟ بصي اهو. احشي بقى اللي انت عايزاه. يلا قولي لي ايه رايك في الفيديو. لو عجبك الفيديو، عجبتك الطريقه، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، فعل الجرس الكل عشان يوصلك من كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتقابل بفيديو جديد على خير ان شاء الله.